بسم الله الرحمن الرحيم. وحلقة قوية جدا عن الميتسوبيشي اكسباندر، هتعرف فيها معلومات مهمة جدا حتى لو انت مش في السعودية. العربية دي يا جماعة بتنزل موديل 2023 في السعودية من خلال فئة الهاي لاين، فئة واحدة بس، بمحرك 1500 سي سي، ولكن القوة بتاعته يعني 103 حصان. الفتيس اللي فيها اوتوماتيك 4 سرعات. تفتكروا اللتر بيقدر يمشيها قد ايه؟ بصوا، عندك اللتر بيقدر يمشيها 15.7 كيلو متر. انت معايا ولا تهت مني؟ اللتر بيقدر يمشيها 15.7 كيلو متر. والعربية لو هنتكلم فيها طبعا مميزات انها عربية كبيرة، 7 كراسي، جر امامي، 4 سلندر محرك. حجم خزان البنزين اللي فيها 45 لتر. العربية بتقدر تطلع عزم 141 نيوتن متر. ولو جينا اتكلمنا في الاوبشنز او التجهيزات اللي بتنزل في العربية اللي هقول لك دلوقتي سعرها، هتلاقيها انها بتنزل بفرش قماش، فيها شاشة في نص العربية زي ما احنا شايفينها، ريموت كنترول طبعا، دركسيون او زي ما احنا عارفينها عجلة قيادة باور، ازاز كهرباء امامي وخلفي، فيها مدخل اي يو اكس، مدخل يو اس بي، مشغل اسطوانات، نظام طبعا التحكم اللي موجود في الطارة، فيها بلوتوث، بجانب 2 اوبشنز من معدلات امان الفرامل، اللي هي نظام توزيع الكتروني لقوة الفرامل الاي بي دي، مع نظام الفرامل المانع للانغلاق اي بي اس بس. مفيش اوبشنز امان ليها تاني، ودي من الحاجات الغريبه اللي انا شايفها. انا مش شايف حتى فيها يا جماعه ايرباج. طيب معرفش يعني انا الاوبشن، يعني يا ريت تاكدوا عليا في التعليقات، هل انتوا عندكم في شفتوها ايرباج؟ مش عارف، غريبه جدا. المهم، العربية فيها جي بي اس طبعا، كاميرا خلفية، تشغيل وإيقاف الموتور من غير مفتاح، الجنوط الرياضية، مثبتات السرعة، قفل مركزي للأبواب. طب تفتكروا العربية دي لو جينا طبعا شفناها بسعرها كام؟ هقول لك بقى معلومة مهمة جدا. العربية دي في مصر من أكتر العربيات الام بي في اللي هي العائلية مبيعا، لدرجة إن هي من أول يناير 2023 لحد نص السنة يوليو 2023 العربية دي كانت مستحوذة على أكتر من 95% من مبيعات المصريين في السيارات الام بي في. ولكن عايزك تكتب لي تاني تحت، هي فيها إيرباج ولا لأ؟ هقول لك بقى. فكرت معايا؟ طيب العربية فيها بتوصل ل4 وسائد وستائر هوائية. ولو جينا اتكلمنا فيها طبعا دي اعلى حاجه، ولكن طبعا في مصر سعرها بالرسمي بيبدا من 940 الف جنيه، والفئه التانية الاعلى تجهيزا مليون جنيه و40 الف. وعلى فكره الاسعار بتتغير كتير جدا في مصر. العربيه بقى فيها شاشه تاتش 5 بوصه، تقدر تشتغل بيها ابل كاربلاي، اندرويد اوتو. العجلات بتاعتها يا اما 15 او 16 بوصه. حجم الشنطه بتاعها 220 لتر. اقصى سرعه ليها 170 كيلومتر في الساعه. العربية دي لو قسناها بمعدل التسارع بتاخد 13.8 ثانية عشان تقدر تتحرك بيها وانت واقف، وتوصل بيها لسرعة 100 كيلو متر في الساعة. في المتوسط كده لو حسبناها لكل 100 كيلو متر بتاخد 5 لتر بنزين، أو محروقات زي ما احنا بنسميها في المملكة العربية السعودية عند اخواتنا الطيبين الجمال. اما لو جينا اتكلمنا بقى على سعرها في السعوديه كام، فانت زي ما قلت لك الفئه الهاي لاين اللي في السعوديه سعرها 77,650 ريال سعودي. اتمنى اكون اعطيتكم معلومات مفيده في الحلقه دي. اشوفكم على خير، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ومستني تعليقكم.